بمعنى أنكم تريدون أن تقولوا أن الإرهاب هو صناعة أمريكية تصدر إلى الشرق الأوسط كما تصدر لها الأسلحة وتأخذ من العرب مليارات الدولارات؟ نعم، إن هذا الأمر كذلك بالتأكيد، بالطبع. الأمر الأهم في كتابي هو أنني أحاول تعقب الإرهابيين الذين جرى تسخيرهم لمحاربة الاتحاد السوفيتي في أفغانستان. هؤلاء الناس جرى تجنيدهم في الولايات المتحدة، تدربوا هنا بما في ذلك في مكتب في واشنطن. جرى جلبهم من العربية السعودية حيث كنت في جدة. كان هناك تواجد كبير، كان هناك إعطاء للتأشيرات لإرسالهم للولايات المتحدة للتدريب وإعطائهم المعلومات وإرسالهم إلى أفغانستان. وهؤلاء الأشخاص تحولوا إلى مرتزقة استخدمتها الولايات المتحدة لزعزعة الاستقرار في المنطقة. جرى إرسالهم إلى يوغوسلافيا لتقسيم البلد لأنها كانت بلدا اشتراكيا، والأمريكيون كانوا يريدون السيطرة على النفط والغاز وحركة هذه الموارد في المنطقة. وبعدها جرى إرسالهم إلى العراق لزعزعة الحكومة هناك، كان الأمر ناجحا، وأرسلوا إلى ليبيا لزعزعة استقرار حكومة القذافي. كان شخصا أعطى معيشة جيدة لبلده أي القذافي أكثر من أفريقيا كلها، ولكن جرت الإطاحة به بواسطة أشخاص من القاعدة وقطر. ومن ثم بدأوا بشحن الأسلحة من هناك إلى سوريا عن طريق الطائرات والسفن. والإرهابيين جرى تدريبهم من قبل الأمريكيين وجرى إرسالهم إلى سوريا، والآن إنهم يعبرون إلى العراق من جديد ويشكلون ما يسمى بداعش، الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام أو سوريا أو داعش كما يسمونه العرب. إنه الأمر ذاته إنها القاعدة، لقد خلقتها الحكومة الأمريكية، دربتها الحكومة الأمريكية أيضا. وبتشكيل هذه المجموعات الولايات المتحدة زعزعت استقرار الشرق الأوسط، لأنها خططت، لأنها أرادت أن ضرب مصر وسوريا، واستخدم الأموال السعودية لإطاحة بالحكومة السورية لأنها كانت اشتراكية للغاية أو اشتراكية للغاية، ولكنهم لا يتعاملون مع الأمر الواقع بطبيعة الحال بشكل جيد، حيث هناك كان بعثيون في العراق ودولة علمانية كانت دولة اشتراكية، والحكومة في سوريا أيضا حكومة بعثية وأيضا علمانية، دولة علمانية واشتراكية أيضا. الأمريكيون لا يريدون هذه الأيديولوجيات أن تنتشر، يريدون فرض الرأسمالية الذي يعني جعل الجميع فقراء، وهذه كارثة كبرى ولا أحد يستيقظ لينظر إلى ذلك، ولا يريدون التحدث عن ذلك بل يتكتمون على الأمر. وحين أدعو الناس الذين يعلمون بشأن الشرق الأوسط كالسيد علي أحمد الجلالي الذي إنه أفغاني، كان ضابطا في الجيش وكان مخططا للحرب ضد الاتحاد السوفيتي، إنه لا يتحدث معي، لا يريد التحدث معي لا عبر الهاتف ولا عن طريق الرسائل، ويرد على رسائل إلكترونية. وقال لي بعض الأوروبيين طبعا لأن هناك وكالة قومية أمريكية متورطة في القضية. نعم، يعني سيد مايكل لو تسمح لي، الولايات المتحدة خلقت هؤلاء القاعدة وأرسلتهم إلى أفغانستان لمحاربة النفوذ أو الدولة السوفيتية السابقة، القوات السوفيتية التي كانت في أفغانستان، ومن ثم انتهى هذا الدور للقاعدة، وبدأت القاعدة تنقسم إلى قواعد كثيرة، إلى منظمات مختلفة، وربما آخر تجلياتها هو ما يعرف الآن بداعش التي سيطرت على حوالي ثلث مساحة العراق في غضون بضعة أيام إن لم نقل بضع ساعات. برأيكم يعني الهدف الرئيس للولايات المتحدة آنذاك هو زعزعة
الاتحاد السوفيتي، وقد استطاعت بالفعل أن تؤدي إلى انهياره بسبب حرب أفغانستان. الآن ما هي المصلحة الأمريكية في الاحتفاظ بهؤلاء القتلة؟ يعني هل هو تقسيم جديد لمنطقة الشرق الأوسط؟ وإذا تقسم الشرق الأوسط إلى دويلات طائفية، ما هي المصلحة الأمريكية من هذا التقسيم؟ الهدف الأمريكي أنه لن يكون هناك دولا موحدة قوية في الشرق الأوسط. إنهم يحاولون تدمير سوريا، تقسيمها وتقسيم العراق، ومنذ 11 سنة لم ينجحوا، ولكن مع وجود داعش هناك ميول لاستقلال لهذه الدولة في الموصل في الشمال، وليس هناك دولة عربية موحدة قوية في المنطقة. وبالتالي الإسرائيليون سيكونون سعداء، والولايات المتحدة كذلك يريدون تحويل الشرق الأوسط إلى ما يشبه يوغوسلافيا التي انقسمت إلى دول ضعيفة، ويريدون فعل ذلك بسوريا، وفعلوا ذلك في ليبيا، ويفعلون ذلك الآن مع العراق. وهدفهم القادم سيكون إيران لربما.